عامل ايه؟ ازيك يا سيدي، اخبارك ايه؟ الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك وان يجزيك خير الجزاء. رب الله يرضى عنك، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك حبيب قلبي. اتفضل. انا كنت الحقيقه يعني كنت بالامس كان عندي خطبه جمعه في بورسعيد، فاخ من اخواني اهدى الي جريده التحرير، وطبعا حضرتك تعلم ما هي جريده التحرير. فاذا بي افاجئ والله بشيء عجيب جدا. فوجئت الجرايد بتاعتهم كلهم تحرير يا شيخ محمود. ما شاء الله، يعني في قمه التحرير يعني. ففوجئت لقيته كاتب منشط ضخم جدا. انا اتخضيت، انا بحسبه بيتكلم عن واحد مسافر يعني. فبيقول الشيخ محمود المصري بيقول ان معظم دعاة الفضائيات يأكلون حراما وهم عملاء امن دولة. قلت خلاص يبقى كده انا والشيخ خالد كمان بناكل حرام وكلنا بناكل حرام بقى بالمنظر ده، يعني حاجة. طبعا هذا الكلام انا لم اقوله ابدا ولم ينكر عني، والحمد لله رب العالمين. يعني الدنيا كلها تعلم الحمد لله، تاريخي يشهد اني في حياتي يا شيخ خالد اللهم لك الحمد ما ذكرت احدا بسوء، والدروس موجودة الحمد لله، اكثر من 1000 محاضرة على النت وكتبي موجودة، ولو كنت ذكرت اي انسان بسوء في كلمة يجيبها لي يعني. انما الحمد لله عمري وحياتي ما ذكرت حد بسوء ولا هذكر حد بسوء. وانت سبق يا شيخ محمود عملت معايا مداخلة ووضحت ان في لبس حصل، وان بعض الناس ظنت انك بتتكلم عن الشيخ مصطفى العدوي والشيخ فلان والشيخ علان والشيخ الزغبي، واحنا كنا بنتكلم وانا قلت لك عليها وانت صدقت على كلامي انه كانت في طائفة فعلة كده من بعض المشايخ محسوبة على السلفية انما كانت تتعامل مع امن الدولة. كان في مثال لهذا أسامة القوصي. نعم اتفضل. ده انا كان حبيب قلبي، كان اولا الحلقه الحمد لله ما هياش بعيده، دي موجوده في قناه الناس. نعم. وكان اليوتيوب اللي هم نشروه ده كان جزء يا شيخ خالد مقصوص من حلقه. الجزء ده انا كنت بقول فيه ان في مشايخ ناس افاضل واذا رايتهم ذكرت الله، والكلام موجود في الحلقه. وفي المقابل في مشايخ كان مع امن الدوله وياما اذونا وياما سلطوا علينا وياما عملوا فينا وياما نصبوا على الناس وياما وذكرت الحقيقه، والحقيقه استفدت في الموضوع، لكني اللهم لك الحمد ما قصدت احدا وما ذكرت احدا. وبعدين في حاجه شخارت، فوجئت بعد كده ان في واحد في صدره شيء، طبعا وهو برضه من الطائفه ديت، يعني في صدره شيء من بعض المشايخ، فقام واخد جزء من المقطع وراح قصه وراح حاطط عليه صور بعض المشايخ. نعم. وانا اشهد الله سبحانه وتعالى وانا على الهواء مع حضرتك والله العظيم انا ما قصدت واحدا من هؤلاء. اخويا الشيخ حسان اخ فاضل وعلى صغر، واخويا الشيخ الزغبي اخ فاضل وعلى صغر، واخويا الشيخ مصطفى العدوي اخ فاضل وعلى صغر، واخوك الشيخ خالد، واخويا الشيخ خالد اخ فاضل وعلى صغر. يعني ربنا يرضى عنك. فاللي اقصده يا شيخ خالد ان انا قصدت مشايخ معينين وانت تعلمهم محسوبين علينا واكثر. والله العظيم يا اخي الكريم انا اعرف واحد والله الله ستره، انا عايز اقول لك كان راس امن الدوله في هذا الوقت على علاقه بيه وكان بيدلعه كمان يعني. بس يعني المهم ان حاجه كويس انك انت وضحت هذه الصوره. أنا بس يعني معلش في جزء بسيط جدا مش عايز استاذنك. اتفضل. ان هم الناس اللي انا ذكرتهم دولت في الجزء اللي هم قصوه في اليوتيوب، الناس ديت مكفرني انا والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ مصطفى العدوي، يعني مكفرنا كلنا، هم اصلا اصحاب فكر تكفيري. ولذلك انا حتى قلت لو ذكرت واحد منهم ممكن يقتلني قبل ما اوصل بيتي، لكن انا محال ان انا طب يا ريتك تذكره بقى. والله يا شيخ خالد انا محال ان انا اذكر اي واحد من دعاتنا اللي على الساحه، سواء سلفيين او اخوان او تبليغ او جماعه اسلاميه او غير ذلك، كلهم على راسي من فوق وكلهم اخواني واحبابي، وانا ما قصدت ذلك الا او ما قصدت بذلك الا هؤلاء الذين يكفرون المشايخ وينصبون على الناس. ودي كانت المشكله سبب ذكر الموضوع، انهم بداوا يطلعوا على الفضائيات وبداوا يبثوا سمومهم ضد المشايخ. وطبعا هم سبب اثاره التويته دي يا شيخ خالد في الوقت الحالي، لان هم في الوقت الحالي زي ما حتى فضلت في اول الحلقه بيحاولوا يلبسوا المشايخ كلها ببعضها علشان يعملوا بلبله في التيار الاسلامي. ونشهد الله سبحانه وتعالى ان احنا لن ننجر لمثل هذا، وانا ما قصدت احدا الحمد لله رب العالمين. واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يا رب يعني يجعل الحب بيننا جميعا الى يوم ان نلقاه. وجزاكم الله خير. هطلب منك طلب ان الوقت اللي انت عملته في المداخله ده هخصمه من برنامجك بعد اذنك. ده انا عينيا، ما انت كده خصم يعني. جزاك الله خيرا. شيخ محمود المصري ابو عمار كان معانا على الهوا. الحقيقه عايز اقول لكم هو ده الاعلام الفتره اللي جايه هتلاقوا كده.